الدقيقة 90+8، حارس النصر يرمي الكرة في مرماه، والكلاسيكو السعودي ينتهي بدراما لن ينساها أحد. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لأحد أكثر المباريات الديربي السعودي إثارة في الذاكرة في الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين. النصر في مواجهة الهلال، توتر، ضغط، وأحداث لم يتوقعها أحد حتى الصافرة الأخيرة. قبل الدخول في التفاصيل لا بد من وضع الصورة الكاملة. نتيجة الذهاب كانت حاسمة، الهلال 3 النصر 1، ما يعني أن النصر كان يدخل هذا اللقاء في وضع المطارد يبحث عن 3 أهداف دون رد. مهمة صعبة لكن الكرة مستديرة. النصر بيد المدرب جورجي جيسوس وبنظام 4-4-2. في المرمى بينتو ماسيوس، الدفاع من اليمين مارتينيز العمري، سيماكان بوشل، خط الوسط ماني بروزوفيتش الحسن كومان، وفي الهجوم ثنائي الخطر رونالدو فيليكس. الهلال بقيادة سيميوني إنزاجي واختيار مختلف 3-5-2. في المرمى بونو، الثلاثي الدفاعي متعب نيفيز تمباكتي، خط الوسط المكتظ ثيو هرنانديز ناصر كينو سافيتش مالكوم، وفي الهجوم سالم الدوسري وكريم بنزيما. انطلق اللقاء والهلال يضغط باحثا عن الهدف المبكر. في الدقيقة 18 بنزيما يرسل الكرة في الشبكة، لكن الحكم يرفع العلم، تسلل، الهدف يلغى. نجا النصر في اللحظة الحاسمة. ثم جاءت اللحظة الفارقة، الدقيقة 37، محمد سيميكان المدافع الذي صنع الفارق يستقبل كرة كومان ويضعها في شباك بونو. النصر يتقدم 1-0. الأول بارك يشتعل. انتهى الشوط الأول بتقدم النصر. إنزاجي يغير تكتيكه في الاستراحة، والهلال عاد بروح مختلفة، لكن دفاع النصر كان متينا حتى اللحظة. لكن في كرة القدم لا شيء محسوم. الدقيقة 90+8، الوقت يكاد ينفجر. كرة عرضية تدخل منطقة النصر، والحارس ماسيوس حارس النصر يرسلها إلى مرماه. هدف في المرمى، التعادل 1-1. الهلال ينجو، النصر يودع بألم مضاعف. تكتيكيا نظام 3-5-2 عند الهلال خلقت اتساعا في الأجنحة عبر مالكوم وسيو هرنانديز، لكن جيسوس أغلق المساحات ب 4-4-2 محكم، وأبقى الانضباط الدفاعي عاليا طوال الشوط الثاني. في التقييمات الفردية، الحسن